وبالفعل بيقدر يدخل معبد، وهناك بيلاقي كتابات لفن طاقة سحرية. لكن بيلاحظ تشو ان طاقته بتقل، فبيكمل طريقه لكن طاقته بتنتهي وبيخسر. فبيعرف ان الحل في الكتابات اللي على اللوح، فبيحفظها بالكامل، ووقتها بيحس بقوة غريبة. ولما بينام بتظهر الكتابات على جسمه، ولما بيصحى بيلاقي ان قوته زادت بشكل كبير. بيروح مع الفريق عشان يساعدهم يقتلوا ظهور اللوتس الباقية، وبتكون الخطة كويسة، لكن واحد ما بيسمعش كلامه وبيبوظ الخطة. وبيرجع تشو يكمل لعب، وبيغذي النملة الطائرة مرة تانية، وده على البيضة اللي أخدها من قلب بوذا. لكن النملة المرة دي مش بتتطور، وبيدخل المعبد باستعمال فن الطاقة اللي اتعلمه، وبيكسب بيضة سحرية جديدة لكن ما بيعرفش عنها أي حاجة. وبيلاقي إن البيضة بتفقس لوحدها من غير أمر منه، وبتستنزف قوته وبيغمى عليه. ولما بيصحى بيلاقي وحش جديد اسمه الكلب الأسطوري، والكلب ده محتاج يتغذى زي النملة عشان يتطور، والقدرة بتاعته انه يخلي تشو يسمع افكار وكلام اي شخص حواليه. فبيتحول الكلب الحلق في ودن تشو، وبيجرب تشو قوته، وبالفعل بيسمع افكار الناس اللي حواليه. وبيكتشف ان جينج مصابة، فبيطلع لها وبيعرض عليها مساعدته لكن بترفض. وبيتصل شوان بتشو وبيقول له يجي الجامعة وينضم للنادي اللي هيجمعه، لأن معظم الأنشطة في الكلية جماعية. وبيقابل تشو روكسي وبتنضم للنادي بتاع شوان، ومطلوب منهم يعدوا في اختبار عن طريق إنهم يقتلوا وحوش سحرية. وبتكون روكسي عارفة التفاصيل دي كويس، فبيسألها تشو عن مصدر معلوماتها، فبتقول له إنها بتتابع منتدى الكلية، ودي صفحة بينشر فيها المحاربين أي معلومات يعرفوها. ولما بيروح تشو بيقابل واحدة من جيرانه اسمها شياو، وبيفتح تشو المنتدى وبيلاقي ان المنشورات كتيرة، وبيلاقي كمان انه يقدر يشتري اسلحة منه، وده عن طريق النقط اللي بيكسبها من قراية المنشورات. لكن قراية المنشورات النقط بتاعتها قليلة جدا، فبيضطر يشارك في المنشورات المدفوعة، ودي منشورات هو بيعملها وفيها معلومات محدش يعرفها. فبيعمل منشور عن معبد بوذا لانه يعرف تفاصيل كتير محدش يعرفها عن طريق اللعبة. وبتشوف واحدة من دكاترة الكلية المنشور، وبتستغرب ازاي وصل للمعلومات دي، وبتقرر تشتري المنشور. ولما بيلعب تشو بيوصل لمنطقة اسمها برج فولكان، وفيها امبراطور اسمه كو، وفجأة بيهاجمه طائر ناري ضخم، فبيحاول تشو يقاومه، ولما بيفشل بيهرب منه. وبيحاول يدخل برج فولكان لكن بيخسر في آخر لحظة. وبيشوف بعد كده ان في حد اشترى المنشور بتاعه، وفي رسالة بيقول فيها انه عايز يقابله، لكن تشو بيرفض يدي سره لحد. تاني يوم بتيجي وانج تديهم محاضرة، وبتكلفهم بالمهمة الجديدة، وهي انهم يقتلوا وحش اسمه الجنرال هولاجون في مكان اسمه ممر هيول، ولازم يكونوا فرق عددها 4 أفراد عشان ينفذوا المهمة. فبيروح تشو بيلعب في المكان ده، وبيقابل هناك الجنرال هولاجون، فبيستعمل تشو النملة الطائرة وبيقدر يصيبه، لكن الجنرال بيقدر يقتلها في الجو، وبيقتل تشو وقتها. فبيعرف تشو قوة الجنرال، فبيحاول تشو مرة تانية، لكن المرة دي مش بيقابل الجنرال. فبيلعب قصاد الجنود العادية، وبيدور على الجنرال جوه ممر هيول، لكن بيتصاب بسهم فبيقتله، وبيكون مش عارف مصدر السهم منين وازاي يتفاداه. وبيفضل تشو يحاول، وبيستعمل مهارة جديدة اسمها مهارة اللوتس، ودي تقنية دفاعية، لكن مشكلتها انها بتستنزف طاقته بمعدل كبير جدا. لكن بيجربها في اللعب وبتكون قوية في صد الهجمات، لكن لما بتوصل لممر هيول بيتصاب بسهم والتقنية بتفشل. وبتروح جيا من الشرطة عشان تحقق مع تشو، وبتروح لمدير الكلية وبتطلب منه تحقق مع تشو. وبيروح واحد لتشو وبيقول له انه مطلوب لمكتب المدير، وفي الطريق بيقابل جيا وبتكون ناوية تقبض عليه، وبتديله لكمة قوية، وبيكون الشخص اللي راح لتشو معاها، وبيتحدوا هما الاتنين ضده. فبيهرب تشو بسرعة باستخدام تقنية الطيران، لكن بيعرف تشو انه مش هيقدر يهرب منهم ولا هيقدر يواجههم. فبيدخل جوه معبد بوذا اللي بيكون مليان فخاخ، واول ما بيدخل الضابط وراه بيتقتل بسرعة. فبتستعمل جايا وحش اسطوري عشان تقضي على تشو، وبتقدر تقتل النملة العظمية بتاعته. فبيسحبها في أوضة معينة في المعبد، وأول ما بتدخل بتاخد ضربة قوية، فبيستغل تشو الفرصة عشان يقتلها، لكن بتهرب جايا بسرعة. وفي الطريق بتقابل جايا 2 من قادة الشرطة، واللي بيكونوا مش راضيين على اللي عملته مع تشو لأنه غير قانوني. فبيسألوها عن اللي اداها أوامر بكده، لكن جايا بترفض. فبيضربها شانج بالمسدس في رجلها، فبتعترف ان يوان هو المسؤول. فبيتصلوا بيوان وبيجي حالا وبيعتذر عن اللي عمله، وبيقبلوا اعتذاره، لكن قبل ما بيمشوا بيقتل طيان. ولما بيخرج تشو من المعبد
بيقابل تايان وبيركب معاه العربية وبياخدوا لبيت عيلته، وهناك بيقابل أبوه ومراته يانج وبيقولوا سبب اهتمامهم بيه وهو انهم اختاروه عشان ياخدوا القوة الإلهية بدل جينج لأنها ممكن تعرض حياتها للخطر. وبيكتشف تشو ان والد يانج هو مدير المدرسة القديمة اللي كان دايما بيقول عليه انه موهوب ومتفوق. ولما بيمشي تشو بيتصل بشوان وبيقول له انه في ممر هيول ولازم يجي عشان يقضوا على جنرال هولاجون، فبيروح له تشو بسرعة وهناك بيلاقي سيوين اخت شوان وجينج وبيضرب الجنرال سيوين، لكن شوان بينقذها وبيستدعي النمر الابيض لكن الجنرال بيقتله، وبيهاجم الجنرال شوان لكن تشو بينقذه بالنملة الطائرة. بتهاجمه جينج بتقنية الشمس القطرية لكن الجنرال بيختفي تحت الارض، فبيستعمل تشو حلق الكلب الاسطوري عشان يقرأ افكاره ويعرف انه رايح ناحية جينج، فبينقذها بسرعة وبيوجه ضربة قوية للجنرال وبيقتله وبياخد حجر الطاقة. وفي البيت بيمتص قوة الحجر وبيجربه في اللعبة لكن بيخسر عشان مش عارف يستعمل مهارة جنرال هولاجون. تاني يوم بتقرر وانج تاخدهم لجبل لاوجون وبتطلب منهم التأمل لمدة نص ساعة، ودي بتكون مهمة صعبة لأن أثناء التأمل طاقة المحارب بتزيد بشكل كبير وبيكون محتاج يتخلص منها عن طريق بذل أي مجهود، لكن تشو بيقدر يسيطر على طاقته على عكس باقي زمايله. وبيطلب من وانج يتمشى في الغابة وفي الطريق بيلاقي حيوان ضخم على شكل ماعز وبيلاقي حجر سحري في الأرض، فبياخده وبيكمل طريقه لحد ما بيوصل لمكان غريب اسمه معبد تاي شينج، وبيلاقي فجأة إن في نباتات بتظهر في جسمه لكن بيقدر يعالج نفسه باستخدام الطاقة. وبيدخل جوه المعبد وبيلاقي 3 تعويذ مطلوب منه يختار واحدة منهم، ولما بيختار بيكسب وحش مرافق جديد اسمه جنية الموز وقدرتها هي التحكم في الرياح. وبيرجع تاني لمكان التدريب لكن بيكتشف انه ماعز بيمشي وراه لكن حجمه بيكون صغير وما بيقدرش تشو يتخلص منه، فبيحتفظ بيه وبيسميه لورد يانج. وبيجرب جنية الموز في اللعبة وبيحارب بيها في جبل فولكان وفعلا بتساعده انه يتغلب على النسور النارية، لكن بيكون تشو محتاج يزود سرعته. ولما بيتمشى بيقابل وحش بحري عملاق كان هيقتله لكن بتظهر قوات الجيش وبتقتل الوحش. ولما بيروح تشو بيلاقي قوقعة غريبة في جيبه بتطلع منها حورية بحر الشريرة وبتحاول تقتله، لكن لورد يانج بيضربها بقوته السحرية وبينقذ تشو، فبتحاول الحورية تطلب العفو منه لكن بتغدر بيه وبتستعمل سحر عشان توديه الفضاء، لكن تشو بيستعمل قوته وبيرجع وبيقضي لورد يانج على حورية البحر. وبيبحث تشو عن كهف اسمه لونج مين وبيقرر يستكشفها بنفسه، وبيقابل جارته شياو اللي بتكون بتتدرب في كهف لونج مين وبتقترح على تشو انها تروح معاه، وبيكون معاها طيارة هليكوبتر خاصة عشان توصلهم. ولما بيوصلوا الكهف بيقول تشو انه جاي عشان ياخد تقنية الطيران في السماء، فبتعرض عليه شياو صفقة وهو انه يقتل ذبابة الوحش السماوي وهي هتديله الحجر اللي فيه التقنية. وبيروح شياو وبتقتل وحش وبتاخد منه حجر تقنية الطيران في السماء وبتديه لتشو. بعد كده بيقابله واحد اسمه هوانج وده واحد من اقوى الطلبة في الكلية ومعاه صاحبه شيو يان وده من اقوى المبارزين، وبيبيع هوانج بيض سحري لوحيد القرن، والوحش ده بيتميز بقدرة دفاعية عالية لكن البيضة دي بتكون غالية جدا على تشو. فبيسأل هوانج عن السبب اللي يخليه يجمع فلوس، فبيقول له انه عايز يعمل مشروع العاب في المستقبل، فبيوريه تشو اللعبة بتاعته لكن مش بيقول له سرها، وبيوعده انهم هيكون شركاء في المستقبل، وفي المقابل بيدي هوانج بيضة واحدة مجانية لتشو. وبيجرب تشو التقنية الجديدة اللي كسبها في اللعبة وبيطور مستواه وبيكسب وحش جديد بيدمجه مع النملة العظمية وبيزود قوتها، وبيفضل تشو يلعب ويكسب مهارات جديدة. وفي النهاية بيقرر يتحدى ايكو في جبل فولكان وبيستدعي النملة الطائرة عشان تجذب النسور النارية. بعد كده بيتحد بالنملة الطائرة بيستعمل تقنية الطيران في السماء عشان يقضي عليهم، ولما بيلاقي عددهم كبير بيستدعي جنية النباتات وبيتحكم في الرياح عشان يقضي على باقي النسور. وفي النهاية بيوصل تشو لقمة الجبل لكن بيحس بألم شديد في قلبه لكن بيتعافى بسرعة، وبيلاقي سيف حجري على قمة الجبل ولما بيمسك السيف بيلاقي انه مش بيقدر يلمسه. واثناء اللعبة بيجيله جواب من واحد اسمه تينج وده هو مدير المدرسة السابق ووالد يانج، وبيكون في الجواب مجموعة من الأرقام الغريبة. بعدها بيدخل شوان عليه وبيقول له إن تم ترقيته للمستوى الأسطوري، ومع الترقية دي بيكسب قوة جديدة وهي الدفاع والقدرة إنه يعالج نفسه ويعالج نفسه من الإصابات.
وفي النهاية بينصح تشو انه لازم يتدرب عشان يحسن مستواه. وقتها بيقرر تشو انه لازم يتدرب، لانه لو فضل يحسن في مستواه عن طريق اللعبة الناس كلها هتشك فيه. فبيدخل اوضه التدريب وبيصد الكرات وبيستعمل الحلق الاسطوري عشان يحدد مسار الكرات. وفي الوقت ده بيخش عليه شو يان الأوضة وبيتدرب معاه وبيتفاجئ عشان سرعة شو، لأنه بيصد كل الكور وبيحاول شو يان يصد أي كرة قبله لكن ما بيقدرش.